وبما انه لسه في جزء ثالث نروح على طول للمركز الثامن والافضل في حلقة النهاردة، ديث بريد. انمي زي انجل بيتس ومذكرة الموت والكلام ده من ناحية ان قصته حرام وهبد، وهي عن لما اتنين يموتوا في نفس الوقت في العالم الحقيقي بيروحوا في العالم التاني على حانة كده بيحكمها صاحبنا ده، وبيلعبوا ساعتها لعبة اللي يفوز فيها يرجع تاني والخسران يدخل في الفراغ او اللا نهاية او الليمبو. دي فكرة الانمي باختصار، زي مسلسل أليس إن بوردرلاند كده، بس هنا على حرام، يعني مفيش جنة ونار زي ما الأديان السماوية ما بتقول. انمي فكرته شمال طبعا، وفيه مناظر خارجة كمان، يعني غير مناسب للمشاهدة العائلية. بس اللي حبوا الانمي ده مش حابينه علشان الفكرة المتخلفة دي، اللي عاجبهم فيه هو اجواء الحانة واجواء اللعبة اللي هتخلي اللاعبين واللي بيتفرج على الانمي على اعصابهم. ده غير بان الانمي يعتبر من اقوى الانميات النفسية، مما خلى الاوتاكو يتشدوله جامد سواء العرب او الاجانب. بس مفيش عربي او مسلم او مسيحي الا وعارف بان فكرة حرام وهبد، ما فيهاش كلام دي. والانمي عرض في 2015 على 12 حلقة بس، ومقتبس من فيلم قصير اسمه ديث بلياردز اللي عرض في 2013 ومالوش مانجا خالص بالمناسبة. واجواء الانمي تحس انها رعب شوية، بس مع الاحداث الانمي بيقلب رعب فعلا، بسبب انه بيبقى الشخصين اللي دخلوا الحانة دي قريبين من بعض وبيحبوا بعض جدا، ولما يدخلوا في اللعبة شوية شوية تأثر عليهم ويقلبوا على بعض علشان كل واحد منهم عايز يعيش، ويبدأوا واحدة واحدة يفتكروا شوية من اللي حصل في العالم الحقيقي، وممكن يفتكروا ماتوا ازاي كمان. وكل واحد بيبقى عايز يفوز على حساب التاني، والنفسية والأعصاب هتلعب دور هنا. ده غير الألعاب نفسها أصلا ملتوية، زي مثلا أول لعبة الرمية بتأثر على جسمهم، ولا اللعبة دي مثلا، وغيرها الكتير من الألعاب القوية. الأنمي حماسي الصراحة وشدني أنا شخصيا، مش عارف ليه لازم يبوظوا الأنمي بأفكار حرام ملهاش لازمة، ما كان ممكن يعملوها زي أليس إن بوردرلاند كده. ولا انتوا ايه رأيكم؟